السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم استفادة عامة. قبل ما نشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد وكل إفادة جديدة، ودعمونا بواحد لايك للفيديو باش الفيديو يوصل لواحد المجموعة ديال الناس. نبداو على بركة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على تهيئة ديال جامع الفناء. جامع الفناء اللي غادي تحول بواحد الشكل جذري من نسخة قديمة ومن ساحة تاريخية قديمة لساحة تجمع بين الأصالة والتاريخ والحداثة. هاد الساحة هذه اللي غتشهد ساحة جامع الفناء التاريخية اللي كتعتبر قلب نابض لمدينة مراكش. غتشهد واحد المرحلة جديدة وحاسمة في مشروع التحديث ديالها الشامل، حيث تعاقدت الشركة ديال العمران بجهة مراكش أسفي مع شركة أليك لتنفيذ أعمال تهيئة الساحة وتطوير شبكة الطرق والمرافق بالساحة. وكيجي هذا المشروع هذا اللي بلغات القيمة المالية ديالو 114 مليون درهم فاصلة 7، في إطار مشروع تأهيل ديال المدينة العتيقة والمدينة القديمة بمراكش، وكذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير المدينة الحمراء أي مدينة مراكش. وكتهدف هذه الأشغال هذه اللي من المتوقع أنها تستغرق واحد حوالي 7 ديال الأشهر إلى الإبراز الجمالية ديال الساحة وتعزيز القدرة ديالها على استيعاب واحد العدد متزايد من الزوار ومن السياح، سواء من السياح الخارجيين أو السياح الداخليين. وكتشمل هاد الأعمال الرئيسية في هذا المشروع هذا تبليط ديال الأرضية ديال الساحة باستخدام أحجار منحوتة وطبيعية كيف ما هو واضح أمامكم هنا في الصورة. تهيئة ديال الموقع ديال العربات، حيث كيترتقب أن يتم تصميم وتهيئة الموقع الخاص بالعربات اللي كتجرها الخيول واللي كنسميوها بالكوتشي، واللي كتعتبر جزء لا يتجزأ من الهوية ديال الساحة، حيث أن الساحة ديال جامع الفناء كانت معروفة شحال هادي بالكوتشي وبالحلاقي، كانت معروفة بالحلقة وبالكوتشي. فهذا غيجي التنظيم ديال والتصميم ديال الموقع خاص بالكوتشيات وب وب وبالعربات كما كيقولوا ليها، وغيتم التنظيم ديالها باش تمشي بواحد الطريقه منظمه وسليمه. بالاضافه الى ذلك غادي يتضمن المشروع اعاده تاهيل المرافق الصحيه لضمان توفير خدمات ذات جوده عاليه للزوار والسياح، فضلا عن تحسين نظام تصريف المياه، الصرف الصحي ومياه الامطار واعمال شبكه الكهرباء. حيت الا عرفتو شحال هادي كانت في جامع الفنا كطيح الشتا فكتعمر السحاب الماء، ما كايناش واحد لابونط اللي غادي تتم سميتو تصريف ديال مياه الامطار ومياه الصرف الصحي بواحد الشكل اللي هو منظم. فدابا غادي تتم التهيئه ديال هاد الانظمه هادو بما فيهم نظام الصرف الصحي ونظام تصريف مياه الامطار واعمال شبكه الكهرباء وشبكه مياه الشرب والتوصيل ديالها بالشبكات القائمه. فهاد التجديد العمراني هذا اللي كينعكس هاد التجديد العمراني كينعكس ايجابيا على التنميه ديال ساحه جامع الفناء، الشيء اللي كيعزز من الجاذبيه ديالها السياحيه وغيشجع المزيد من الزوار على التوافد لها. اي ان هاد التجديد العمراني وهاد التهيئه ديال ساحه جامع الفناء غادي يزيد يعزز وغادي يزيد يجذب ليها بزاف ديال السياح من جميع انحاء العالم، وغادي يزيد يشجع المزيد من الزوار والمزيد من السياح باش يجيو ليها بشكل متزايد، الشيء اللي كيفتح افاق جديده للنمو ديال الاقتصاد المحلي بما في ذلك اقتصاد مدينه مراكش. ومن الشأن اللي كيحسن ظروف عمل المهنيين بالساحه بشكل ملحوظ، اي ان هاد التهيئه وهاد التجديد هذا غادي يحسن من الظروف ديال العمل ديال المهنيين اللي كيشتغلوا بساحه جامع الفناء بواحد الشكل اللي هو ملحوظ ومتميز وسلس. ومن خلال هاد سميتو هذا غادي تكون واحد البيئه اكثر تنظيما ونظافه، الشيء اللي كيسهل عليهم التقديم ديال الخدمات ديالهم بكفاءه وبواحد الجوده عاليه، اي ان غادي يخلي لهم هاد التبليط ديال هاد الساحة والتهيئة ديالها غادي يخليهم يعيشوا ويخدموا في واحد البيئة اللي أكثر تنظيم ونظافة ونظيفة، وغادي تسهل عليهم باش يقوموا بتقديم الخدمات ديالهم بواحد الكفاءة بواحد الجودة عالية اللي كتكون بمقاييس محترمة ومقاييس عالية. ومن جانب آخر فهذا المشروع هذا غادي يعمل على تحسين الصورة ديال مدينة مراكش كمقصد سياحي عالمي،
وغادي يجذب المزيد من السياح العالميين والسياح الداخلية أيضا. فمراكش كتعتبر فهاد التجديد هذا وهاد التهيئة كتجمع بين الأصالة والحداثة، الشيء اللي كيساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمدينة على المستوى الوطني والدولي، وكيعزز كذلك الاستعداد لاستقبال المناسبات الكبرى والفعاليات الدولية. كيف ما كتعرفوا مدينة مراكش دائما ما كتكون في القمة، وكتنظم بزاف ديال المناسبات الكبرى والاحتفاليات العالمية والدولية، بما في ذلك مهرجان السينما بمراكش، بما في ذلك ملتقيات الفيفا، بما في ذلك بزاف ديال المناسبات والفعاليات الدولية. وكيف ما كتعرفوا ان بلادنا دابا جاي يقادم على تظاهرة واحتفالية وفعالية دولية كبيرة اللي هي كأس العالم 2030. فيجب أن ينظم قبل ما ينظم هاد التظاهرة اللي هي عالمية ودولية واللي كتلفت الأنظار ديال العالم المكان اللي كينظمها، فكيجيب خصو يستغل هاد المناسبة هادي باش يهيئ جميع المرافق والساحات والمقاصد السياحية اللي غادي تجذب ليه واحد العدد كبير ديال السياحة. فكأس العالم ماشي غير كرة وغادي تلعب كرة وغادوز، فخصو يستغلها سياحيا، كنقولها يستغلها سياحيا ويبروفيتي فيها الماكسيموم. فخصو يحاول يرمم من القصبات وكل حاجة كتعتبر تاريخية وغادي تحاول غادي تجذب ليه السياحة، فخصو يقوم بالترميم ديالها والتهيئة ديالها بواحد الشكل اللي حديث، وفي نفس الوقت كيحافظ على الأصالة والتاريخية وعلى المآثر ديالو التاريخية، الشيء اللي غيجلب معاه الفرص ديال النمو والتنمية. وكيف ما شفتوا معنا في صور سابقة، فالأشغال بدات وانقسمت 3 أشطر. في الشطر الأول من الأشغال راه بدا وراه ديجا انطلق شحال هادي، فغادي يقسموها على كل شطر يبداو يديروه بوحدو باش ما يعرقلوش الحركة ديال المرور والاقتصاد، وما يحبسوش ما يشللوش الاقتصاد ديال الساحة. فلهذا بداو قسموا هذاك الأشغال على كل شطر بوحدو بشكل هكا خطوه بخطوه باش حتى يكملوا الساحه. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو طعمونا بواحد لايك للفيديو باش يوصل لمجموعه ديال الناس، والناس كيشاهدونا اول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه وتختاروا جرس الجرس باش يوصلكم كل فيديو كل معلومه جديده، وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.